قراءته القوية للمباراة، الكوتشينج. لكن اليوم أنا أبهرني في شيء آخر جديد، أنه الآن أصبح يغير، هو يقرأ المنافس قراءة جيدة. قليل أنه يغلط في تغييراته، يعرف يسير المباراة، يعرف يسير مجموعة اللاعبين. لكن اليوم يعرف يخلط الأوراق على المنافسين، لأنه من نهاية دور المجموعات أصبحت كل تغييراته مختلفة تماما عن 3 مباريات في دور المجموعات. أصبح يغير لاعبين لم يكن يشركهم، أصبحت يعني كأنه من بداية مدخل لهذه الدورة عنده مخطط يسير عليه نقطة نقطة. هذا المدرب الركراكي اللي أنا نقول أنه تغلب على كبار المدربين العالميين، وهذا يشرف كل العرب ويشرفه هو كمدرب شاب طموح. حلم، تكلم بحلمه وحقق حلمه. المؤشر الثاني وهو روح المجموعة اللي كانت بين لاعبين اللي ينشطون في أوروبا واللاعبين اللي متكونين في المغرب. وهنا يكون الحضور الذهني، تكون اللحمة، تكون عقلية العائلة الواحدة. لأنه كما قال أسامة، حتى لما دخل بانون لاعب كبير، لاعب عنده مستوى عالمي، لكن كلاعب محلي اليوم اعطى ابهار كبير، لانك انت تنافس احسن اللاعبين في العالم. هذا كذلك يرجع للمدرب وللجهاز الفني في التحضير الذهني، في مسح كل الفوارق داخل مجموعه هؤلاء اللاعبين. انا اتنبأ بما انه هذا المنتخب سار في مسار البطل، اتنبأ ان منتخب المغرب سيذهب الى النهائي وسيحقق كمنتخب استثنائي، مدرب استثنائي في كأس عالمية استثنائية في بلد استثنائي. طلحة، ألف مبروك طبعا للمنتخب المغربي، للشعب المغربي، لكل الأمة العربية والإسلامية والأمازيغية أصلا أيضا. هنيئا للاعبين هذا الإنجاز الرائع، وبجانب هذا الإنجاز إنجاز آخر أنه أنتم كنتوا سبب في دخول الفرح لكل بيت عربي. والله أنا بالنسبة لي، أنا إذا بيوم من الأيام واحد يحكي لي أنك أنت بدك تكون بهاي الوضعية أن أنا أكون سبب بإدخال الفرح لكل بيت عربي، فهذا الشيء لا يثمن أبدا أبدا. المنتخب المغربي قدم لنا دروس كثيرة، من ضمنها الانضباط التكتيكي. أنا ما بعرف لاعب مثل حكيم زياش وبنجومية حكيم زياش مين هو هذا المدرب اللي قادر أنه يقنعه بيقوم بهاي الأدوار الدفاعية طوال مش 90 وراء 90 وراء 90 دقيقة. هذا عمل أكثر من رائع بالنسبة للمدرب. إيش هالإيمان اللي عند اللاعب النجم المغربي اللي بحكي اللي مثل سفيان بوفال أو مثل حكيم زياش، سفيان مرابط، إنهم يآمنوا بهذا المدرب وبكل تعليماته على أرضية الملعب. شيء مهم آخر قلناها سابقا، إنه الفريق اللي بحقق مفاجأة من هذا النوع نبحث كيفية حصول المفاجأة، نبحث عن كيف تأهل هذا المدرب أو هذا الفريق. بالحظ، بعض المنتخبات تتأهل بالحظ، بعض المنتخبات تتأهل بركلة جزاء، بعض المنتخبات تتأهل بضربة ثابتة، ضربة ركنية، في مباراة. ولكن المغرب حتى بالأسلوب الدفاعي اللي بيعتمد عليه اليوم كان المدرب مصر جدا. طبعا بالنسبة للمتفرج للمتابع كان الواحد ينحرق انه خلص امشي، شتت الكرة، ويأبى التشتيت امام المنتخب البرتغالي. في خطة على أرضية الملعب يجب ان تطبق. الصعود من تحت الضغط العالي اللي بيعمله المنتخب البرتغالي كان صعود منظم، بحيث انه يتم بناء هجمة مرتدة بمثلث على الجهة اليمين، يحصل تفريغ في الفريق المنافس على الجهة المقابلة، ومن ثم يعمل التحويل السويتشنج بشكل سريع. هاي كلها بصراحة دروس من ناحية الروح، المعنويات، الإصرار. في بداية المسابقة وبعد مباراتنا مع بلجيكا قلنا انه المنتخب المغربي رفع سقف الطموح، وهنا انت كمشجع عربي بتخاف انه يرتفع سقف طموحك، ومن ثم انه لا قدر الله انه تنصدم بواقع مختلف. الحمد لله رب العالمين، الواقع كان مبشر ومشرف إلنا احنا كمشجعين ومتابعين للمنتخب المغربي. جمال، نقول شكرا لإحفاد يوسف بن تاشفين اللي أفرحته مثل ما قالوا الأخوان كلهم، كل بيت عربي والأمة الإسلامية. يعني هذه خالد الفرحة اللي قاعد نشوفها المسيرات بالوطن العربي، الكل مستانس، الكل مرتاح، لله الحمد. الوناسة كانت الكبرى انه كان كاس العالم الحين موجود في الدوحة حق كل مواطن عربي، والان الانجاز اللي قاعد يسوونه منتخب المغرب انجاز تاريخي لكل العرب. اشكرهم يا خالد، ولا ننسى ان المغرب خالد اصعب فريق وصل الدور الاربعه مع كندا، مع بلجيكا، مع كرواتيا، مع اسبانيا، مع البرتغال، وصل مع فرق قويه مو مع فرق عاديه. والفريق مثل ما ذكر الشيباني
ما عليه ولا هدف، سجل هدف عليهم من غلطة مدافع، ونقول لهم الله يعطيكم العافية، أسعدتونا ونستونا بالروح القتالية سواء بالمهارات الفردية اللي عند اللاعبين وثقة المدرب وثقة عوائلكم اللي موجودين بالملعب اللي قاعد نشوفهم معاكم فرحتهم معاكم. فالكل لله الحمد خالد مرتاح، وزرعوا الروح خالد باللاعب العربي، عطوا طموح لباقي الفرق العربية للمستقبل لأي بطولة يدشونها عالمية، إنه لا نقدر نوصل نقدر ننافس. بالسابق لا إننا الدور نتمنى نوصل الدور 16، الحين لا صار طموح إن ناخذ كأس العالم. ولله الحمد إن هذا الفريق هذه المجموعة اللي زرعت الروح للرياضيين خاصة ولجميع العرب، وزرعت الروح لباقي الفرق إن شاء الله للمستقبل. في الدقيقة 97 كانت أخطر كرة للمنتخب البرتغالي، هذه يشوفونها قدامكم. المهم أنها ضاعت، والواحد يقول حتى شلون ضاعت ما أدري، لكن شوف ردة فعل اللاعب المغربي، ضيعها صح؟ شوف اللاعب المغربي بس راسه أسامة ليس راسك اللي ضيعها. والآخر لم ينزعج لأن لعبوا في إسبانيا لا بس معناها أنه يعرفوا، لأن لو كان بيبي لا يعرفه لانزعج. انا والله ماني خص الحين يعرفه ولا لا يعرفه، لكن انا حتى هذا وضعنا كلنا حبينا راسه. انا حتى ما فعل بيبي عجبني بكل صراحه، لان بيبي معروف مشاكس، معروف عنده سيره ذاتيه. ما اضرب سامر فيها دراما، احنا نتكلم بصراحه انه يعني اللقطه اللي يعني ضيع هجمه البرتغال، احنا كلنا في ذيك اللحظه ودنا نروح نحب راس بيبي يعني. لكن بيبي تو تعامل لا ترى بيبي لا تقبل بيبي. طيب هو الاخر يتقبل بس احنا عن لاعب المغربي، احنا عن لاعب المغربي. سامر احنا الان ما نتكلم على تقبلها او لم يتقبلها، هم لاعبين مع بعض واضح بلا ما احكي انا بانما فعلوا اللاعب المغربي شيء غريب سيدنا. هو واضح هذه مواساة، هذه تعتبر مواساة ايضا، يعني شكر ومواساة في نفس الوقت. خالد هو يحب يقول لك اللي العرب الكل يحبوا يبوسوه، البوسه هذيك يا اخي بس هو المفروض انه الناس كلها تحب تبوسه بدل ما العربي كله والحركه طبيعيه. عمل انا خلصنا كمان خلص الموضوع. حركه استثنائيه والله حلو ومواساة. يعطيكم الصحة. انا ما كنتش ناويها وعطيتها لخالد في الواتساب. شكرا لك يعطيك الصحة، انت من النوع اللي تفضحنا، ترى احنا حاطينها بعدك من قبل والله مجهزينها. لما انت بس دقيقة، لما انت قلت لي خالد اليوم انا منتصر، خليك معي اليوم خليكم معي في نصف النهائي اليوم اللي قلت قولي عندكم. انت صح اسامة، انت صح عبد الله. عموما سامح حبيبي هذا يعرفوا غير المغاربه والجزائر علي اسامه يعرفوا تونس المغرب المغرب والجزائر، قول له هذا ترجم حاله. علي اسامه بس ترى خالد استفدت انا من هالمباراه. واحد من الربع تحديته وهو قال لي انه بيخسر المغرب وانت تحديته وكسبت. هذه كرة قدم يعني في النهاية كل واحد توقعاته. نعم. عموما من بداية البطولة الجمهور، الإعلام، الصحفيين الكبار الصغار، اتجاه عينهم كلها دائما على كريستيانو رونالدو. حتى في المباراة اللي ما شارك فيها كريستيانو رونالدو كلاعب أساسي اتجهت كل الكاميرات إلى دكة الاحتياط لأخذ رياكشن وردة فعل كريستيانو. وبالنسبة لكريستيانو وبعد مباراة اليوم المغرب تحديدا، لاعبين المنتخب المغربي أنهوا كل أحلامه وطموحاته في الفوز بلقب المونديال.